قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 تسليط عقوبة بمباراتين مع غرامة مالية قدرها 5000 دينار على كل من برهان غنام مرافق أكابر النادي الإفريقي، وجيه بغرارة أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي الإفريقي، سامي زميت المدرب المساعد بالترجي الرياضي التونسي، عامر دربال مدرب مستقبل المرسى. كما أصدر المكتب جملة من الخطايا المالية في حق عدد من الأندية، وجاءت على النحو التالي: غرامة ب5,000 دينار على كل من النادي الإفريقي ومستقبل قابس، غرامة ب6,000 دينار ضد النادي الصفاقسي، غرامة ب1500 دينار ضد النادي البنزرتي. وتأتي هذه القرارات في إطار متابعة المكتب للملفات التأديبية والأحداث التي رافقت المباريات الأخيرة في مسابقات الرابطة المحترفة.